لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاهد مجموعة أشخاص ملحدين في السويد يحرقون القرآن الكريم ويتعمدون الاعتداء على مقدسات الإسلام والمسلمين، ويأتيهم العقاب في الحين بانقلاب شاحنتهم ودخولهم في غيبوبة. سبحان الله. شاهد ماذا حدث. لكن قبل ذلك، إذا كنت مسلم أيها المشاهد الكريم، لا تنسى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل الفيديو إلى جميع المسلمين. الإسلام هو دين الحق كما جاء على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والملحدون يدركون ذلك تماما. لذلك في كل مرة يريدون الاعتداء على رموز هذا الدين الحنيف من رسوم مسيئة للنبي، والاعتداء على المسلمين في الصلاة، إلى حرق القرآن الكريم أمام الجميع. ودائما ما يكون العقاب من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الفيديو سوف نشاهد مجموعة متطرفين وملحدين سويديين يحرقون القرآن الكريم أمام الملأ، والاعتداء على هذا الكتاب المقدس بطريقة هزت المسلمين جميعا في العالم. لكن لم يكن يعلم هؤلاء الملحدون أن الله يمهل ولا يهمل، فيأتيهم العقاب بعد حين. فبعد عودتهم من حرق المصحف الكريم تعرضوا لحادث مروع أدخلهم في غيبوبة. سبحان الله. بعدما كانوا يسيرون بسرعة جنونية انقلبت سيارتهم لوحدها دون أي احتكاك. بعدها أعلنت الشرطة السويدية أنها حادثة سير خطيرة وتم نقلهم للمستشفى، لكنهم في حالة حرجة. هكذا يكون العقاب من الله سبحانه وتعالى بعد الاعتداء على مصحفه الكريم. لما لا يفهم هؤلاء المتطرفون أن المسلمين يحترمون جميع الديانات، حتى المسيحية لا يمكنهم الاعتداء مثلا على مقدساتها من إنجيل والنبي عيسى عليه السلام، بل بالعكس، المسلمون يؤمنون بعيسى عليه السلام وكذلك أمه مريم، وكذلك يحترمون الكتاب المقدس الإنجيل رغم الاختلاف. فلما كل هذا الحقد وعدم الاحترام تجاه الإسلام والمسلمين جميعا؟ وبالعكس تماما، فالمسلمين لما يشاهدون هذه الاعتداءات على المقدسات يزيدون تشبتا بدينهم الحنيف. فاللهم ثبتنا على ديننا ولا تؤاخذنا بما عمل السفهاء منا. وسلام على نفوس خلقت للسلام، طيبة نقية لينة سليمة كريمة، لا حيز لديها للسواد، رفيعة مترفعة، مشغولة في عوالمها التي تعنيها، منصرفة عن ما لا شأن لها فيه، إن لم تنفع لم تضر، بناءة معطاءة، تبذل الخير لأجل الخير، وهي منبع الخير في كل زمان ومكان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اجبر خواطرنا جبرا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، واعطنا سؤالنا وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به الأعين وتصح به الأبدان وتسبو به الروح، ولا تحرمنا من رحمتك يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم أزح عنا ثقل الأيام الصعبة وهون علينا الأيام القادمة، واجعلها مليئة بالتوفيق والفرح وسعادة تملئ القلب والعين. اللهم أسألك راحة في القلب وطمأنينة وسكينة في الروح والرحمة للشهداء، وأن تتغمدهم في واسع رحمتك يا الله يا رب العالمين.